وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مر معنا بالأمس أن من صفات الله عز وجل صفة الكلام. أحسنتم، صفة الكلام، وهي ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. والدليل على أن من صفات الله عز وجل كلام، أن الله عز وجل كلم موسى وكلم الله موسى تكليما. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فلما جاء موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وحديث إن الله إذا تكلم بالوحي في السنة، إن الله إذا تكلم بالوحي. وأجمع العلماء على أن من صفات الله الكلام، صفات الله عز وجل الكلام التي لا تنفك عنه كلام، صفة ذاتية، وكذلك صفة فعلية أنه يتكلم متى شاء. تكلم موسى، تكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم بالقرآن كما سيأتي معنا في درسنا اليوم. قال: فصل في أن القرآن كلام الله حقيقة، ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. فالقرآن من كلام الله، ليس كل كلام الله القرآن، لا، إنما هو من كلام الله. فمن كلام الله أيضا كما تقدم معنا، يعني أن الكتب المنزلة من قبل كلها من كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. فالقرآن من كلام الله عز وجل. قال: ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين. نعم، كلام الله عز وجل هو القرآن العظيم. من القرآن هو كلام الله عز وجل، وهو كتاب الله عز وجل المبين، كما بين الله عز وجل في القرآن من صفاته تنزيل إنه لكتاب مبين، وهو حبله المتين أي القرآن، وصراطه المستقيم. فكما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله. فسر بعض أهل العلم القرآن أن حبل الله هو القرآن، وصراطه المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما. منه أعجمي وعرق الذين أولئك ينادون من مكان بعيد. قل وقالوا لو فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو الذين آمنوا هدى شفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون، وأن هذا صراطي مستقيما، أنه لتنزيل رب العالمين أيضا، أن هذا صراطي مستقيما. القرآن يهدي إلى الصراط المستقيم، فمن تمسك به فهو على الصراط المستقيم، وكذلك هو من تنزيل رب العالمين. فالقرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، كما هو مذهب السلف في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا غير واحد من السلف. قال: نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، كما في الآية: إنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين معروف، منزل غير مخلوق. نعم، بل هو كلام الله، لأن كلام الله من صفاته ليست مخلوقة. كلام الله ليس بمخلوق، بل هو صفة من صفاته، بل هو صفة من صفات الله عز وجل. كلام الله صفة من صفات الله، والقرآن من كلام الله. قال: منه بدأ، لأن الله عز وجل هو الذي تكلم به، والكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا، فبدأ من الله عز وجل، وإليه يعود في آخر الزمان. جاء أن القرآن يسرى به في آخر الزمان، يرفع من الصدور، فلا يبقى شيء في الصدور، يصبح الرجل ولا يحفظ شيء من القرآن، وينظر إلى المصحف أيضا ولا يجد شيء في المصاحف. يرفع القرآن في آخر الزمان، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. قال: وهو صور محكمات. تقدم معنا أن القرآن محكم، ألف لام راء، كتاب حكمت آياته ثم في الصورة من لدن. تقدم معنا أن جاء في القرآن أيضا أنه متشابه، أي أنه يشبه بعضه بعضا، هذه القصة تشبه هذه القصة، وهذا الحكم يشبه هذا الحكم. فجاء مثلا هذا الأمر بالقيام بالصلاة جاء متشابه كثير، وقصة موسى جاءت كثير في صور كثيرة، متشابه، يشبه بعضه بعضا في الأحكام والقصص
ومنه يعني محكم ومنه متشابه كما تقدم معنا. منه محكم أي بين واضح معناه، ومنه متشابه يشتبه على البعض من هذه الأمة. فالواجب في هذا الأمر أن نرد المتشابه إلى المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم. قال وآيات بينات وحروف وكلمات تقدم معنا. ومن قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال له أول وآخر. نعم، أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس. وأجزاء وأبعاض. نعم، 30 جزء. متلو وهو 114 سورة و29 سورة تبدأ بالحروف المقطعة. قال متلو بالألسنة، الحمد لله نتلو بألسنتنا. محفوظ في الصدور، نحفظه. مسموع بالآذان. مكتوب في المصاحف. فيه محكم ومتشابه تقدم معنا. وناسخ ومنسوخ. نعم، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. فيه ناسخ ومنسوخ. قال وخاص وعام. نعم، ما هو عام لجميع وما هو خاص بشخص. قال وأمر ونهي. نعم، فيه الأمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وفيه النهي لا يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، غير يعني أمور والنهي. قال لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه آية. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم من هذا إلا قول البشر. نعم، يعني الذين كفروا لم يصدقوا بهذا القرآن وكذبوا به وقالوا لن نؤمن به، لن نصدق به ولن نتبعه. وقال بعضهم من هذا إلا قول البشر، أي أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ليس من كلام الله، إنما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال أن القرآن مخلوق معناه أنه من المخلوق من البشر، فقدوته في ذلك وأسوته هذا الرجل الوليد ابن المغيرة، الوليد ابن المغيرة. نعم، الذي قال هذا القول إن هذا إلا قول البشر، هذا الوليد بن المغيرة. الآيات نزلت فيه في سورة المدثر، يعني قال وربك ولا ربك فإذا على الكافرين غير يصير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. هذه الآيات نزلت في الوليد ابن المغيرة، فقال إن هذا إلا قول البشر، هذا من قول الوليد المغيرة. فمن قال أن القرآن مخلوق فهو يعني يشبه قوله قول الوليد ابن المغيرة. الوليد بن المغيرة كافر. قال فقال الله توعده سأصليه سقر، أي من قال أن القرآن قول البشر سأصليه سقر، دل على أن القرآن ليس من كلام البشر. قال وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى ما علمنا الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب أي لذي عقل في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. أي هذا القرآن قال بعضهم أنه شعر، صح، والشعر كلمات وحروف، صح، وهكذا القرآن دل على أن القرآن، لأنه قال أن هذا القرآن شعر وهو ليس بشعر، نفى الله عز وجل وما علمناه الشعر. فإذن عند ذلك دل على أن القرآن آيات وحروف وكلمات. قال لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر، أي ما ليس كلمات وحروف لا يقول أحد أنه شعر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا تعجيز من الله عز وجل للكفار، ولم يستطيعوا ولن يأتوا بمثله ولا بآية ولا بصورة. قال ولا يجوز أن يتحدوا بالإتيان بمثل ما لا يدري وما هو ولا يعقل، أي لا يمكن أن يقول يعني الله عز وجل يتحداهم في القرآن ويقول يعني لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم أن يأتوا بسورة من مثله، فدل على أن هذا معروف المعنى، لا يمكن أن يتحدى بشيء لا يدرى ولا يعقل. إذا كان لا يدرى ولا يعقل هذا لا يمكن أن يتحدوا لأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا به، لكن دليل على أن هذا القرآن مما يعرفوه ومما يعقلوه، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله وهم يعرفونه ويعقلونه ويعلمون معانيه، تحداهم الله عز وجل، ومع ذلك تحداهم الله عز وجل، فدل على أن القرآن معلوم
ومفهوم معناه، لأنه أنزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، باللغة العربية. قال وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا نأتي بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي القرآن. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك وقال: كافا يا عين صاد حاميم عين سين قاف. دل يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن القرآن كلمات وآيات وحروف، حاميم حروف مقطعة يعني، ومع ذلك لم يستطيع الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال: وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح، وهذا حديث ضعيف. الحديث الصحيح: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة ب10 أمثالها، إلى آخر الحديث الذي ذكرنا. أما هذا الحديث لا يصح. سيأتي معنا كلام أبو بكر وعمر. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: يقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذا يعني في ذكر الخوارج. وكذلك الذين يفرطون في القرآن يهتمون بإقامة الحروف ولا يهتمون بمعاني القرآن، فتراهم يعني، وهذا كثر الآن في آخر الزمان، يعني قوم يهتمون بمسائل حروف القرآن. هو مطلوب القيام، يعني الاهتمام بالقرآن بحروفه، يعني قراءة صحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على ابن أم عبد، أي عبد الله ابن مسعود. هذا مطلوب، لكن يعني المطلوب الأهم هو التفكر وتدبر ومعرفة معاني القرآن، هذا هو الأهم، والعمل بما في القرآن. فبعضهم ما شاء الله يعني يحفظ القرآن ويتقن حروفه ولكنه لا يعمل بالقرآن. ماذا يفيد هذا القرآن؟ هذا لا يفيد شيء، بل هو حجة عليه ليس حجة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إذا أنت قرأته وأقمت حروفه وعملت بما فيه، وحجة عليك إذا أنت قرأته وأقمت حروفه ولم تعمل بما فيه، ولم تعمل بما في القرآن. قال يعني تخالف القرآن. قال: فهؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه. وما أكثرهم في هذا كما تقدم معنا، يعني كثير يقيمون حروفه، يهتمون بالحروف بالتشكيل وبغير ذلك، ولكن لا يجاوز تراقيهم، يعني ما يؤجرون على هذا، ما يؤجرون بل يأثمون، لأنهم لا يعملون بالقرآن ولا يتدبرون معاني القرآن. فنسأل الله ألا نكون منهم. نسأل الله أن يعيننا على يعني حفظ القرآن، يعني وعلى العمل بما في القرآن، وأن القرآن يكون حجة لنا. نسأل الله أن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. قال: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. قال أبو بكر وعمر: إعراب القرآن ما معنى إعراب القرآن؟ معناه قراءته بدون لحن لغوي، قراءته يعني بدون لحن، يعني تكسر المرفوع، مثلا الحمد لله رب العالمين، صح؟ تقول الحمد لله رب، هذا اللحن، مفهوم؟ وجاءه قومه، تقول وجاءه قومه، يعني ترفع أو تخفض المنصوب وترفع المفتوح، يعني اللحن في اللغة العربية، مفهوم؟ معروف في النحو. هذا معنى قول أبو بكر وعمر كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قال: إعراب القرآن معناه قراءته بدون لحن لغوي، أي قراءته على الوجه العربي الذي لا لحن فيه، قراءة صحيحة، قراءة مستقيمة، لأنه إذا أخل باللغة العربية قرأ القرآن يعني بلحن يختلف المعنى، مفهوم؟ يختلف المعنى. وجاءه قومه، من الذي جاء هنا؟ القوم، صح؟ ثم وجاءه قومه، هذا خطأ، من يعني أنه هو الذي جاء إلى قومه، هو الذي جاء، فيعني يختلف المعنى، فإذا لا يستطيع أن يفهم القرآن إذا يقرأه، إذا لحن في القرآن لا يستطيع أن يفهم القرآن.
إذن لا، إذا الذي يقرأه بإعراب أي بقراءة صحيحة، لأنه سيفهم. هذا إعراب معناه أي فهم القرآن، يتوصل إلى فهم القرآن فهما صحيحا. وقالوا علي من كفر بحرف، هذا يعني قال ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه، بشرط متفق عليه، من جحد حرف ولو حرف واحد من القرآن متفق عليه أنه ثابت في القرآن هذا كافر. فكيف من جحد القرآن؟ فكيف يعني من جحد كلمة أو آية أو سورة أو القرآن، كما يعني يفعله الرافضة قاتلهم الله، فيعني يقولون القرآن محرف هذا، وعندهم قرآن يعني هذا القرآن الذي موجود معنا ثلث فقط، ثلثين عندهم موجود عدد أكبر منه، وهذا يعني قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله أن يؤفكون. طيب نكمل مسألة الرؤيا قليل. قال فصل في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. وقال تعالى يومئذ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، حديث صحيح متفق عليه، حديث متواتر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. نعم، هذا في إثبات الرؤية، وهي ثابتة رؤية الله عز وجل، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما بالكتاب قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا هو الشاهد، ناظرة أي حسنة من النظر من الحسن، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله عز وجل. وكذلك جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة بالنظر، قال الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أبي بكر وغيره من الصحابة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرفوع أنه فسر يعني الزيادة بالنظر. وكذلك إجماع سلف الأمة. وكذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذا قلنا متواتر، هذا متواتر كما ترون القمر، هذه يعني لا تضامون في رؤيته. وكذلك قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي حجب الكفار، حجب الكفار والمنافقين، لأن الله عز وجل سخط عليهم، أن الله عز وجل سخط عليهم، فدل على أنه عندما حجب الكفار، عندما حجب لأجل أنه سخط عليهم، دل على أن المؤمنين يرونه، لأن الله يرضى عليهم. ولا فرق إذا كان المؤمنون لا يرون الله عز وجل، لماذا يحجب الكفار؟ لماذا يخبر الله عز وجل أنه يحجب الكفار إذا كان المؤمنون لن يرون ربهم؟ فما الفرق؟ فما الفائدة بينهم؟ فما الفرق بينهم وبين الكفار؟ وما الفائدة من ذكر أن الله حجب الكفار؟ دل على أن إنما حجب الله عز وجل الكفار والمنافقين عن رؤيته لأن المؤمنين يرونه، دل على أن المؤمنين يرونه. وكذلك يعني رؤية الله عز وجل يعني من هذه المسائل التي تتعلق بالرؤية أن رؤية الله عز وجل في الدنيا ممتنعة مستحيلة، لم يره أحد. قال الله عز وجل لموسى لما طلب أن يرى الله عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي ممتنع في الدنيا، لأن العبد لا يستطيع أن يعني يتحمل رؤية الله عز وجل في الدنيا، يعني قوته لا تستطيع. أما في الآخرة يخلق الله عز وجل للعبد جسم أكبر وأقوى فيستطيع تحمل رؤية الله عز وجل، أما في الدنيا لا يستطيع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله عز وجل، هذا هو الصواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، نور أن أراه، يعني لم يرى الله عز وجل، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا لم يره، أي لم يرى الله عز وجل، هذا هو الصواب. فيعني الله عز وجل لا يرى في الدنيا ولن يراه أحد، إنما يرى يوم القيامة، إنما يرى يوم القيامة، يرونه المؤمنون في عرصات يوم القيامة، وكذلك يرونه عند دخولهم الحمد لله، كذلك يرونه في الجنة. قال وهذا تشبيه للرؤيا بالرؤيا، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذا تشبيه للرؤيا بالرؤيا لا تضامن، أي عندما ترى القمر الآن نحن هنا نرى القمر صح، في مثلا جاكرتا يرون القمر ما يتزاحمون صح، مفهوم؟ لا تضامون أي لا تتزاحمون، مثل ما يأتي الآن إذا جاء رجل مثلا الرئيس جاء
الناس يتزاحموا لكي يروه، هذا يريد أن يرى، صح، بعضهم قد لا يراه، صح، بسبب الزحام، لكن لا، الله عز وجل يراه المؤمنون بغير، كل واحد في مكان بغير أن يتزاحموا ويرونه جميعا. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي أنهم كما ترون القمر سترون الله عز وجل مثل الرؤية، ليس أن الله مثل القمر، حاشا، لا، لأن الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير له، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ لا، ليس لله عز وجل، إنما تشبيه الرؤية بالرؤية، أي كما أننا نرى القمر لا نتزاحم، كذلك نرى الله، يعني كذلك المؤمنون يرون ربهم يعني يوم القيامة بدون تزاحم، بدون تزاحم، لا تضامون في رؤيته. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.